طبعا صفحات وقنوات الاخوان مستحيل هيجيبوا لي الذكرى حادث مسجد الروضه اللي حصل في 2017. مستحيل هيعرضوا مشاهد الناس اللي راحت والاطفال اللي راحت وهم بيصلوا صلاه الجمعه مع اهاليهم، وراح فيها اكتر من 350 شخص من ضمنهم 27 طفل وكانوا بيصلوا صلاه الجمعه. واللي خطط ورتب ومول لكل ده هم جماعه الاخوان اللي كانوا ماسكين البلد في يوم من الايام. لك ان تتخيل هم دول اللي رئيس السيسي خلصنا منهم، هم دول اللي عمالين يتريقوا ويوحشوا لك على كل حاجه بتحصل في البلد عشان هم شايفين ان انت ما تستحقش الحياه دي. هم دول اللي بيتمنوا تدمير بلدك النهارده قبل بكره. هم دول تجار الدين اللي بياخدوا الايات القرانيه يوظفوها على كل حاجه تخدمهم. هم دول اللي بيكرهوك في بلدك ويخليك تشك في كل حاجه فيها. هم دول اللي بيخلوك تشك في جيشك وعقيده جيشك اللي خلصنا منهم في يوم من الايام، وراح على ايدهم وقتها ظهرت شباب جيشنا. لو انت ناس افكرك، لو انت ناسي كل اللي حصل زمان افكرك بيه تاني عادي، ما عنديش مشكلة. وهم دول اللي بيتهموا جيشك بالخيانة والعمالة، وهم اهل الخيانة واهل العمالة. وهم دول اللي فاتحين بسوس 24 ساعة وشغالين تحريض بقالهم 11 سنة عشان يحرضوك تنزل تخرب بلدك بايدك. وهم دول دايما اللي بيشتموا في الراجل اللي خلصنا منهم 24 ساعة، حتى اهل بيته بيشتموهم. هم دول اللي المفروض مسلمين يتكلموا على اهل بيته ويتكلموا على اعراض اهل بيته ويتكلموا عن عقيدته ودينه ويتكلموا عن علاقته بربنا. هم دول اللي بيحددوا مين شهيد ومين لا، مين كافر ومين مؤمن، مين هيدخل الجنة ومين مش هيدخل. هم دول اللي فاكرين نفسهم انهم مسكوا مكان ربنا على الارض، وهم دول اللي بيشتموك لو دافعت عن بلدك في يوم من الايام، وهم دول اللي هيعملوا منك بطل لو طلعت شتمت عن بلدك او كتبت بوست او عملت فيديو بتشتم فيه عن بلدك، هيعملوا منك بطل اسطوري. وهم لو قعدت من هنا للسنة الجاية اقول لك مش هيكفي. فاوعى تنسى في يوم من الايام مين دول.